يا ابني ما تفكك من البتاع ده شويه، ده انت اللي يشوفك مركز كده يقول بتفك شفره نوويه. جايب همه يعني الشغل ده؟ يعني ماشيه، هنعمل ايه يعني؟ بص يا سيدي، عندي ليك فرصه شغل مش ممكن ترفضها. شغل إيه يا عم وانا فاضي؟ يا عم اسمع بس العرض اللي هقوله لك. سمعني يا عم. الشغل ساعتين في اليوم لمدة 40 سنة، وهتمارس حياتك الطبيعية عادي جدا بما فيهم شغلك ده. وصاحب الشغل اللي بقولك عليه ده متكفل بكل حاجة ليك، أكلك وشربك وسكنك حتى صحتك. بعد ال 40 سنة ما يخلصوا هتاخد مكافأة نهاية الخدمة 100 مليون دولار. أنت بتتكلم بجد؟ طبعا، بس لازم التزام. مفيش لا تأخير ولا تهرب. أما قبل ما تكمل، أنا موافق. شغل إيه ده؟ إنك تصلي. انت بتهزر صح؟ لا مش بهزر، ده ابسط طريقة ممكن اشرح لك بها الموضوع. الصلاة مش هتاخد ازود من ساعتين في اليوم، وال 40 سنة دول يعني متوسط سن الانسان بعد سن البلوغ. وكده كده ربنا متكفل برزقك. مكافأة نهاية الخدمة بقى الجنة، نعيم ابدي. بس في فرق، هنا فلوسي مضمونة واقدر اشوفها وامسكها بايدي، انما الجنة مجرد وعد. طب خليني اسألك سؤال، لو حد وعدك بوظيفة في أكبر شركة في العالم براتب خرافي، بس قال لك العقد هتستلمه بعد 10 سنين، هتشتغل ولا هتقول لا أنا مش شايف العقد بعيني؟ لا هشتغل أكيد، لأن الشركة أكيد معروفة وأكيد سمعتها كويسة، وإحنا هنا بنتكلم عن ربنا اللي وعده أصدق من أي وعد موجود على وش الدنيا. بس وفي حين بقى لو ما وافقتش على العرض ده، مش بس مش هتحصل على الجنة، لا، أنت هتتشوي في نار جهنم. الله يلا، يلا أكبر. بينا.